يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم. الله يسعدكم إن شاء الله ويسعد كل أوقاتكم. اشتاقينا لكم هواية طبعا. واليوم أكلتنا هي تمن الباقلة. هنا عندنا حبايتين من البصل متوسطات، وعندنا هذا الشبنت مثل ما تشوفون أنا غاسلته ومنظفته. نبدي هنا نثرم الشبنت، ومن بعدها إن شاء الله نثرم البصل. طبعا هواي طلبوا من عندي طريقة تمن الباقلة، مفضل اسويه. طيب قلت ما يخالف، خلي اسويه ونستفاد انا وياكم ان شاء الله. هسه هنا ثرمت البصل مثل ما تشوفون مكعبات صغار. يعني كمية البصل خلي يكون على قد كمية التمن اللي انتو طابخيه. هنا عندنا هذه الباقلة، هي هذه الكياسة الجاهزة، لانه اللي بالمجمدة اللي عندي خلصت. هنا أنا هسه راح اسوي يعني تشريب الدجاج. خليت بصلاية حمستها شوية وخليت الدجاج. طبعا انتوا تعرفون طريقة تشريب الدجاج كلش سهلة، وأنا اليوم حبيت أسوي على الدجاج. كل مرة أسوي على اللحم، المرة غيرت. كله خير وبركة. نم بصراية 2 وشوية كركم ومي، وننتظر إلى أن يستوي إن شاء الله. وخليكم وياي بطريقة العمل حبايبي. طبعا حبايب، يعني اي شيء انتو تحتاجوه قلت لكم اني اكتبوا لي بالتعليقات. هسه مثلا اني كاتبي لي بالتعليقات على تمن الباقلة، سويتها مرة ثانية وتدللون عيوني انتو. هنا أنا هسه هذا التشريب الدجاج خلاص، راح نغطيه ونتركه الى ان يستوي. هنا أنا مثل ما تشوفون هذا الجدر وكمية من الملح حسب الرغبة. هنا أنا اخلي هاي الباقلة طبعا بس مجرد تخليها بالماء تستوي، هي اساسا مستوية يعني. بعدين اني هسه هي مستوية الباقلة، اخلي التمن مثل ما تشوفون، تمن الحبة الطويلة. ما اخلي التمن ينمرد. اذا اني اريد تمن باقلة مريش وشكله حلو وطعمه حلو، ما اخليه يستوي زايد التمن. واخلي الشبنت. ليش اني احب اخلي الشبنت يعني ويا المي؟ على مود ما يتكتل، راح ينخبط يعني الشبنت ويا التمن اكثر مما اخليه بالطبقات. بعد هي يعني رغبتكم انتم، تخلوه بطبقات التمن او تخلوه بالماء، بس انا افضل هالشكل، هاي الطريقة. مثل ما تشوفون. وخليت اقل خاشوقة الشاي كركم، لا تكثرون الكركم حتى اللون ما ينطي على صفار كلش، يظل عندكم التمن محافظ على اللون، لون الشبنت الاخضر. هسه هنا هذه بصلايتين مثل ما قلت لكم متوسطات، حمستهم صارت بهاللون هذا. ارجع اشوف التمن واتاكد انه حباية التمن ما ممرودة. ارجع واكرر حباية كلش يعني قوية. بعدها ابزل التمن. هسه مثل ما تشوفون بزلته. هنا أنا عندي خليت بالجدر شوية زيت او دهن، ماكو فرق. وخليت كم طبقة من التمن. شوفوا اللون شلون حلو. حاولوا تكثرون الشبنت بيه، لان هو طعمه بالشبنت يصير كلش طيب طبعا. هنا أنا أخلي فتحة صغيرة بالتمن، وأخلي البصل. طبعا أني تمن الباقلة أحب يعني شلون احنا نقول نفرقع، انتو شو تسموها؟ أني أحب أفرقعها بالزبدة. هسه هنا أنا بعد أن خلينا التمن كله، يعني خلينا طبقة وطبقة، وخلينا شوية هذا البصل، وبعدين طبقة التمن هالشكل. هسه ناخذ شوية من هذا التشريب الدجاج ونخليه فوق التمن للطعم شوية، وتنطي هم يعني خاف التمن كلش قوي، تنطي طراوة. هنا أنا عندي أنا خالة خاشوقة الدهن، راح أخلي كمية من الزبد، يعني تقريبا نص باكيت الزبد هذا أنا خالته. يصير وبعد أحسن إذا عندكم دهن حر يصير يخبل خو. هسه هنا عندنا الدهن احترق. هسه راح نفرقع بيه التمن، وماكو اسهل من هيك شي. شفتوا شلون سهل؟ بس يريد شوية يعني هو تعب، يصير طيب ان شاء الله. هسه هنا عندنا خلص تمن الباقلة، واكيد طيب من ايدي. مثل ما تشوفون شلون حبايته ما ممرودة. وهنا قلينا الدجاج، وقلت لكم اني يعني حسب انتو شو تحبون دجاج، تحبون لحم، ماكو كل مشكلة.
هنا هاي سفرتنا البسيطة صارت جاهزة، وهذا السوب مالت الدجاج، وهذا الزبادي والتمن. شوفوا شلون شكله يخبل وحلو ما شاء الله. طبعا احنا العائلة هنا من عشاق تمن الباقلة، كلش يحبوه. وألف عافية علينا وعليكم، وانتظروني بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.